جات لي كومنتات كتير، الناس بتسالني انت شغال في المكن الشعبي الداين والهوجن. انا شغال في اي موتوسيكل بفضل الله، بس للاسف عشان اصور لك تسليمات الداين والهوجن والداو 2 فاحنا مش هنخلص من التصوير. وتعالى هديك نبذه بسيطه عن تسليمات النهارده، يلا بينا. معانا صديقي العميل، هو صاحب المكان، بيخش ينقي المكنه اللي هو عاوزها وبيقوم ساحبها على غرفه العمليات. يلا بينا نتفرج على غرفه العمليات. بص الحمد لله بفضل الله جيش بيستلم، قول الله اكبر. ومعانا استاذ شوي. ازيك يا بشوي؟ الحمد لله عامل ايه؟ كله تمام. ايه رايك في المكان والتعامل وايه رايك في لا السعر؟ التعامل 100 100 والسعر بصراحه ما لقيتش زيه. انت حجزت معانا المكنه دي امبارح صح؟ حجزتها امبارح وبستمتعها النهارده. مرضي عن التعامل؟ كله 100 100 يا باشا. الناس مفيش حاجة ظبطوا لك قلتها وظبطوا بصراحة لك؟ وما خدتهاش. حبيبي يا بشوي، تسلم يا الف باشا. مبروك يا بشوي، الف مبروك. حضرتك عامل ايه؟ واخد مننا هوجن 4 برضه صح؟ الحمد لله. ايه رايك في المكان وايه رايك في التعامل؟ التعامل من مصداقيه في الكلام ومصداقيه في التعامل في حبيبي. الاستلام وفي الصيانه وما بعد البيع وبعد حبيبي. البيع مرتين ثلاثه كمان. حبيبي، اول مره تتعامل معانا؟ اول مره اتعامل معاك. حبيبي مش ان شاء هتبقى اخر الله مره ان شاء الله. باذن الله. نورتنا يا كبير. اسمك ايه؟ مؤمن. ازيك يا مؤمن، عامل ايه؟ مكانتك دي؟ ايه رايك في المكان بقى وايه رايك في التعامل؟ قول رايك بما يرضي الله. التعامل والمعامله كويسه. انت جيت لي امبارح تقريبا سالتني عن المكنه وجيت اشتريتها النهارده. خدت مني اللون، زودت عليك اي حاجه في الفلوس؟ السعر اللي انت قلت لي. حبيبي يا مؤمن، ترشح اي حد بقى يتعامل مع المجد؟ لا يابا جميل زي الفل. حبيبي الف الف مبروك يا مؤمن. اسم حضرتك؟ عصام عوض. ازيك يا عصام، عامل ايه؟ تمام. انت المكنه دي رقم كام تاخدها مننا؟ دي التالتة باذن الله. التالتة؟ ايه رايك في المكان وبما يرضي الله؟ بما يرضي الله يعني مفيش اسعار زيه. وبالنسبه بقى لخدمه ما بعد البيع؟ لا هو بصراحه لو في اي حاجه في المكنه بنيجي بنغيرها، لو في اي حاجه ما حدش بيقول لنا لا. حبيبي ترشح اي حد بقى معرض المجد؟ لا ده طبعا المجد كده كده. دي حبيبي. نمبر 1 يعني. حبيبي حبيبي يا عصام، بالمجال. الف الف مبروك يا كبير، وربنا يديك خير ويكفيك شرها. 5 دقايق باذن الله وتكون ماشي. وزي ما قلت لك يا صديقي، ولسه معانا ناس ثانيه باذن الله هنصور معاها، بس زي ما قلت لك لو كل يوم هصور لك تسليمات الهوجن والداين فاحنا مش هنخلص، وهتزهق من فيديوهاتي. وخليك فاكر دايما انا جاي في ايدك، مش جاي اضحك عليك، واهم حاجه ايه؟ صلي على النبي.